Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي وصفة قرصة النفس يقولوا لها. احنا القبيلة نقولوا لها ثحبولت. واش نحتاجو باش نديرو ثحبولت؟ نحتاجو 8 حبات بيض، وعندنا 2 مغارف فارنة يكونوا بومبي، وعندنا شكارة خميرة. كاين اللي يحب يدير الملح وكاين اللي ما يديرش. انا بيرسونيلمون ما نحبش ندير الملح، كل واحد والقو تاعو، كل واحد واش يحب. هنايا في ريسيبيون نكسرو 6 بيضات، 2 نخليهم من بعد ونزيدو عليهم فرينه ونزيدو الخميره. وفي جهه واحده اخرى نحطو مقله تاعنا تحمى. من الاحسن نديرو زيت زيتون، من الاحسن. اللي ما عندوش نورمال يدير زيت زونغو. دوكا هنايا نزيدو نكملو دوك 2 بيضات وما نحركوهمش تري بيان باش يبقى لنا هذاك البيض كي يطيب يبقى هكذاك ابيض في وسط الحبوله باش يجي الكو تاعو يبان. هذه هي نفرغوها حتى نتحمى مليح المقله تاعنا، نفرغوا الخليط تاعنا. وفي جهه واحده اخرى نديرو كاسرول ولا نديرو مقله ولا واش عندنا ثاني، نديرو زيت زيتون حتى يولي يغلي كيما راكم تشوفوا. ونشوفوا الحبوله تاعنا بدات طابت من تحت الكل، بدات تطيب شويه من فوقها. نكبوا لهذاك الزيت السخون هكذا من فوقها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وشو هنا لازم واحد اللي مالف يديرها واللي يعرف لازم يدير هذا التكنيك هذه، يفرغ الزيت من بعد باش تقلبي الحبوله تاعك في المقله. وبالك تحركوا يديكم بالك باسكو الزيت حامي سي دونجي. هذه هي نقلبوا الحبوله تاعنا ونخليوها تطيب على الوجه الاخر بالعقل. وهنا نقسموها على 8 كيما راكم تشوفوا في الفيديو، يعني كلش راهو موضح ومبسط. ودائما نديروا لها العسل، من الافضل يكون عسل حر، ما كانش تقدروا ديروا عسل عادي. كاين اللي ياكلوها بالكونفيتور بصح هي بالعسل تجي بنينه خير وخير وخير. كما راكم تشوفوا نعسلوها تري بيان وشهيه طيبه. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ولهنا نكونوا لحقنا لنهاية هذا الفيديو. نتمنى ان الوصفه نالت اعجابكم. ما تنساوش تدعموني باشتراك وتخليوا لنا جيم ولي كومونتير شابين لي كيما نتوما، وتشيريو هذا الفيديو مع احبابكم. ما تنساوش غدوه راح يكون السحب على الكونكور اللي درناه. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.